5 حبوب كاملة بتساعد على تقوية الذاكرة والتركيز. الشوفان من الحبوب الكاملة اللي بتساعد على تقوية الذاكرة والتركيز، عشان الشوفان مليان فيتامينات زي فيتامين بي وفيتامين اي وعنصر البوتاسيوم، فيساعد على تحسين عمل المخ وتقوية الذاكرة والتركيز أيام المراجعة والامتحانات. ويعتبر الشوفان بيساعد في تقليل وقت التفكير واتخاذ القرارات قبل تنفيذ الأهداف. وكمان عايزة أقول لكم إن الشوفان بيزود الجسم بالطاقة ويساعد على تقوية المناعة، عشان بالشوفان عناصر غذائية مهمة زي الحديد. وكمان الشوفان مصدر غني بالبروتينات المهمة في تقوية العظام. ومن فوائد الشوفان إنه بيساعد على الشعور بالشبع لفترات طويلة، عشان الشوفان مليان ألياف. ويعتبر الشوفان مهم في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، وبيمنع امتصاص الدهون، وبيخلص الجسم من الانتفاخ والغازات. وآخر معلومة عن فوائد الشوفان إنه بيساعد في حماية القلب من الأمراض، عشان الشوفان مليان فيتامينات. وأنصحكم بأكل الشوفان بكمية مناسبة في وجبة الفطار الصبح مع كوباية زبادي، أو نشرب شوفان باللبن مع معلقة عسل ومكسرات، عشان لو أكلنا شوفان بكمية كبيرة بيكون ليه آثار جانبية على الجسم زي الانتفاخ والغازات وزيادة الوزن وطفح جلدي وإسهال. وممكن نستعمل الشوفان بطرق كتير زي طحن الشوفان ويبقى دقيق ونضيفه على المخبوزات، أو نعمل عيش بالشوفان، أو نعمل بسكوت بالشوفان. وأنصحكم بتقسيم كميات الشوفان على الوجبات في اليوم، بدل أكل كمية كبيرة من الشوفان في وجبة واحدة. وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض فوائد الشوفان، وأهمها انه بيساعد على تقوية الذاكرة والتركيز. القمح من الحبوب الكاملة اللي بتساعد على تقوية الذاكرة والتركيز أيام المراجعة والامتحانات، عشان القمح فيه عناصر مهمة للمخ والجسم، فيساعد على تحسين عمل المخ والوقاية من مرض الزهايمر. ومن فوائد القمح إنه بيساعد على تقوية المناعة وحماية الجسم من الأمراض، عشان بالقمح فيتامينات زي فيتامين A وفيتامين B وفيتامين C. وكمان عايزة أقول لكم إن القمح فيه كربوهيدرات بتساعد على زيادة الطاقة في الجسم أيام المراجعة والامتحانات. ومن فوائد القمح إنه مهم في تقليل ضغط الدم العالي، وبيساعد في حماية القلب من الأمراض، ومهم في الوقاية من تصلب الشرايين. وأنصحكم بالاهتمام بأكل كميات مناسبة من حبوب القمح، وخصوصا لما نطحن حبوب القمح فتتحول لدقيق القمح، وبكده نقدر نستعمل دقيق القمح في الوجبات الرئيسية وفي عمل البسكوت والكورن فليكس. وممكن ناكل حبوب القمح بطريقة مختلفة زي البليلة. وأنصحكم بأكل كمية مناسبة من حبوب القمح في اليوم، وأكتر من كده بيكون ليه آثار جانبية زي الطفح الجلدي وحصوة في الكلى والنقرس وتقليل امتصاص بعض العناصر الغذائية زي الزنك والحديد. وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض فوائد حبوب القمح، وأهمها إنها بتساعد في تقوية الذاكرة والتركيز أيام المراجعة والامتحانات بإذن الله. الشعير يعتبر من الحبوب الكاملة المهمة للمخ والجسم، عشان الشعير مليان بالفيتامينات، فيساعد على تقوية الذاكرة والتركيز أيام المراجعة والامتحانات. ويعتبر الشعير بيساعد على تقليل الاكتئاب والقلق والتوتر اللي بيكون أيام المراجعة والامتحانات، عشان في الشعير فيتامين بي وبوتاسيوم ومغنيسيوم. ويعتبر الشعير بيساعد في تنشيط الدورة الدموية في الجسم. ومن فوائد الشعير إنه مهم في تقوية الأعصاب، عشان بالشعير فيتامين B12. وممكن نشرب الشعير مع كوباية مية مغلية، فيساعد في علاج مشاكل الكلى ويساعد في تقوية الأعصاب في الجسم. وممكن نستعمل الشعير في عمل التلبينة اللي اتكلمت عنها في حلقة قبل كده، وهسيب لكم رابط الحلقة في صندوق الوصف. وأنصحكم باستهلاك الشعير بكمية مناسبة على حسب السن، عشان بيكون ليه آثار جانبية زي الغازات والإمساك وحساسية الجلد وألم في المعدة وانخفاض السكر في الدم. وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض فوائد الشعير، وأهمها انه بيساعد على تقوية الذاكرة والتركيز أيام المراجعة والامتحانات بإذن الله. الذرة من الحبوب الكاملة اللي بتساعد على تقوية الذاكرة والتركيز أيام المراجعة والامتحانات، عشان الذرة مليانة فيتامينات زي فيتامين أ اللي بتساعد في بناء وترميم خلايا المخ والجسم وتنشيط خلايا المخ. ومن فوائد الذرة إنها مفيدة في تنظيم ضغط الدم، عشان بالذرة معادن زي البوتاسيوم. وكمان الذرة فيها منجنيز مهم لتنظيم وظائف المخ والأعصاب، فيساعد على تقوية الذاكرة والتركيز. وتعتبر الذرة مهمة لزيادة النشاط في الجسم أيام المراجعة والامتحانات، عشان الذرة فيها كربوهيدرات وبروتينات ودهون.
وكمان عايزة اقول لكم ان الذرة مليانة الياف بتساعد في تحسين الهضم وعلاج مشاكل الجهاز الهضمي، وتعتبر الذرة بتساعد في الوقاية من امراض القلب وتقوية عضلة القلب عشان الذرة فيها دهون واحماض اوميجا 3. ومن فوائد الذرة انها بتساعد في الوقاية من الانيميا عشان الذرة فيها حمض الفوليك وفيتامين B12. وعلى فكرة حبوب الذرة بنطلع منها زيت الذرة ونشا الذرة ودقيق الذرة. وهقول لكم على معلومة سريعة، لما نطحن حبوب الذرة بيطلع عندنا دقيق الذرة او النشا، وده بنستعمله في الخبز او في الوجبات الرئيسية والحلويات. وممكن نعمل فشار من حبوب الذرة او نسلق حبوب الذرة ونحطها على السلطة. وانصحكم باكل 200 جرام من الفشار في اليوم، يعني معيار كوباية، عشان اكتر من كده بيكون ليه اثار جانبية على الجسم زي عسر الهضم وزيادة الوزن ومشاكل في المعدة وغازات. وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض فوائد الذرة، واهمها انها بتساعد على تقوية الذاكرة والتركيز ايام المراجعة والامتحانات باذن الله. الرز البني بيساعد على تقوية الذاكرة والتركيز ايام المراجعة والامتحانات، عشان الرز البني فيه مجموعة فيتامين بي اللي بتحافظ على تحسين عمل المخ والجهاز العصبي وتقلل من الإصابة بالزهايمر. ويعتبر الرز البني مهم لتقوية الأعصاب عشان الرز البني فيه بوتاسيوم وكالسيوم. ويعتبر الرز البني فيه ألياف بتساعد على الشعور بالشبع لفترات طويلة وتساعد في تنشيط حركة الأمعاء. ومن فوائد الرز البني إنه بيساعد في تقوية المناعة عشان الرز البني مليان فيتامينات ومعادن. بس أنصحكم ناكل كمية مناسبة من الرز البني عشان الكميات الكبيرة بتعمل آثار جانبية زي مشاكل في الكلى وتقليل السكر في الدم ومشاكل في المعدة والإسهال. وممكن نشتري الرز البني من السوبر ماركت أو من أي موقع أونلاين، بس ناخد بالنا نبص على تاريخ الصلاحية. وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض فوائد الرز البني، وأهمها انه بيساعد على تقوية الذاكرة والتركيز أيام المراجعة والامتحانات بإذن الله. ولو عجبتكم الحلقة اعملوا لايك وشير للحلقة مع أصحابكم عشان يستفادوا، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله. وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض 5 حبوب كاملة بتساعد على تقوية الذاكرة والتركيز أيام المراجعة والامتحانات بإذن الله.